بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع المستوى الثاني من تدريبات التمييز السمعي للمقامات الصوتية. احنا في المستوى الأول كانت الأسئلة من نوعية ما اسمه المقام. كنا بنقول في المقطع الواحد مقام واحد. المرة دي احنا هننتقل إلى مستوى أعلى شوية. السؤال هيكون فيه مقامين أو المقطع هيكون فيه مقامين، يعني أنت مطالب إنك لما تسمع المقطع الواحد إنك تميز بين مقامين. عشان كده أنا بطلب من حضرتك دلوقتي إنك تحضر ورقة وقلم وتسمع الفيديو كده بتركيز، وأول ما تميز المقام الأول أثناء قراءتي هتكتب اسم المقام، ولما انتقل إلى المقام الثاني وتقدر إنك تميزه هتكتب المقام رقم 2. الإجابة هتعرفها زي برضو كل مرة، هتعرفها مع الفيديو اللي بيليه، الفيديو التالي. كويس؟ طبعا لو لقيت نفسك انك اجبت الاجابتين صحيحة، يعني عرفت انك تميز بين المقامين، يبقى تدي لنفسك 10/10. طيب ولو إجابة واحدة صح وواحدة غلط يبقى هتدي لنفسك 5/10 في السؤال الأول. طب ولو الإجابتين غلط يبقى هتدي نفسك 0. بس ان شاء الله كل اللي متابعين معايا ان شاء الله وبيسمعوني كويس ان شاء الله هيجيبوا 10/10. باكد على حاجه، معلش، ان احنا بعد ما نسمع الفيديو، كل فيديو نسمعه يا ريت بعد اذنكم يعني ان احنا نعمل لايك للفيديو، لان اللايكات للفيديوهات يعني بتدي اكتر فرصه كبيره انها تظهر في محركات البحث الجوجل واليوتيوب. انا هبدا القراءه كده من سورة تبارك. كويس؟ هبدأ بمقام، وبعد كام آية كده هنتقل إلى مقام آخر. نبتدي كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. عرفت المقامين بتوع السؤال ده؟ عرفت؟ أكيد؟ طيب انتقل بقى للفيديو التالي، تمام، عشان تعرف إجابتك إذا كانت صحيحة ولا نص نص ولا غلط. بس ما تنساش الله يرضى عنك تعمل لايك. أشوفك في الفيديو القادم.